السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن نفسية المكفوفين حديث يعني قد لا يروق للكثيرين، لكن من واجبي أن آتي على جانب منه. ولا شك أننا كمكفوفين نحس بأننا نعامل في المجتمعات العربية معاملة دونية. قد يقول قائل: يا أخي اسكتوا، عندكم تخفيضات وعندكم مش عارف ايه والدولة أنا أتكلم عن المجتمع، لا أتحدث عن الدولة، لا أتحدث عن القانون، لا أتحدث عن النظام، أنا أتحدث عن المجتمع، أنا أتحدث عن الأسرة، أنا أتحدث عن الجيران، أنا أتحدث عن زملاء العمل، أنا أتحدث عن الأصدقاء، أنا أتحدث عن الأشخاص الذين تقابلهم صدفة، أنا أتحدث كذلك عن بعض الموظفين الذين لديك معهم بعض المعاملات، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. كل هذول أتحدث عنهم. لكن القانون حلو والنظام جميل والتخفيضات ممتازة وشكرا لهم. أتحدث عن نقاط لا يعالجها لا قانون ولا نظام، ولا تعالجها تخفيضات، ولا تبلسمها هذه التخفيضات. مررنا وعشنا مع أشخاص كان أهلهم يجدون يعني يخشون من أن يذكر أن لديهم شخصا كفيفا، يحسون أن هذا عار بالنسبة لهم للأسف الشديد، إنه والله أنا عندي كفيف خليني أخبيه، خاصة إذا في وقت من الأوقات إذا رزقوا ببنت كفيفة. هذا في المجتمعات العربية، أنا أتكلم عن المجتمعات العربية، لا أتحدث عن مجتمع عربي بذاته، ولا أتحدث عن المجتمع السعودي بذاته، ولا أتحدث عن المجتمع الخليجي بذاته. أتحدث عن مجتمع يستكثر على الكفيف أن يتحدث أو أن يتكلم. أنت لا تتكلم. أتحدث عن مجتمع يظن في الكفيف ظن السوء، ويقولون إن هذا الكفيف دائما أو بعض المكفوفين عندهم نوايا غير جيدة، بعضهم يقول نوايا خبيثة. السؤال هنا: لماذا؟ وهذا إن شاء الله حنكتبها في مقال بإذن الله، مقال يمكن طويل أو ربما نقسمه على مقالات. لماذا كانت الإعاقة الأولى والإعاقة الوحيدة التي رتب الله على صاحبها الجنة إذا صبر، ليش هي كانت إعاقة البصر؟ والجواب على ذلك لكثرة هذه الاتهامات التي نعانيها من المبصرين، ولكثرة هذا التخلي من المبصرين، ولكثرة هذا التنمر من المبصرين، ولكثرة هذا الأذى الذي يصلنا من المبصرين. يعني ليش المبصر يرى أن الكفيف قد ينطوي قلبه على نوايا غير جيدة؟ لأن الكفيف يتكلم، وإذا يتكلم فعندما يتحدث لا يجد تعاطفا ممن حوله، ولا يجد كذلك تقديرا ممن حوله، ولا يجد تسامحا ممن حوله. يظنون أن الكفيف إذا تحدث أو إذا دخل مجالا قالوا له أنت شحات. على كل حال، حدث معي مرة دخلت على التيك توك وأنا لم أطلب شيئا ولا أطلب شيئا، بس قلت يا جماعة اضغطوا على زر الإعجاب، والله ما أبغى ولا حاجة، لأن الإعجاب صراحة حقيقة يعني يعطيك دفعة، شيء معنوي، بلاش الإعجاب. فواحد قليل أدب قال لي روح اشحت بعيد. ويذكر لي أحد الإخوة، والرجل ما شاء الله يعني يتشيك أحسن مني ما شاء الله، ويعني كأنه هو فعلا ثري، يعني مليونير، دخل على محل ملابس يبغى يشتري ملابس، أعتقد بناطيل ومش عارف إيه. فقال له البياع: على الله. ليه يا أخي؟ ليه كل إنسان كفيف تتهمه بأنه شحات؟ ليش كل إنسان كفيف تتهمه بأنه خبيث النوايا؟ ليش كل كفيف يحاول أن يدافع عن نفسه تتهمه بأنه حقود؟ أنا سأقولها عن نفسي. أنا لدي أرشيف أسود لأكثر الأشخاص الذين قابلتهم. ستتهمني أنني حقود؟ نعم حقود. نعم حقود.
والأجمل في هذه الدنيا أنها ليست دائمة، وسنلتقي يوم القيامة ولن أعفو بإذن الله عن أي شخص أساء إلي بسبب كف بصري. عاد إساءات أخرى ما في مشكلة، أنا وأنت الند بالند. ليس هذا فحسب، بل إن الكفيف يساء إليه في زوجته، فيقال والله هذه المرأة ما تزوجت هذا الأعمى إلا لنقص فيها، إما أن تكون على قدر غير جيد من الجمال، أو أنها منبوذة في أهلها، أو أنها فقيرة وتريد أن تعيش، أو أنها سبق لها الزواج وتبغى بس تمشي حالها، تبغى أي لا مؤاخذة أي فحل وخلاص. يعني لا يوجد امرأة عادية تقبل بالكفيف زوجا، هذا كما يقولون. أكثر من ذلك، أولاد الكفيف يجدون عناء وعذابا خاصة في المدارس. هو مسكين أنت أبوك أعمى، الله يا شيخ لا يضرنا، والله ضعيف يا أخي، والله أنه أعمى. إلى درجة أنه قيل لي إن بعض الأولاد المكفوفين الصغار هذول ما يعطون آبائهم مثلا أو أمهاتهم إذا كانت الأم كفيفة، ما يعطونهم دعوة لحضور مجالس الأمهات أو مجالس الآباء. ليش؟ حتى لا ينظر الناس إليهم نظرة شفقة، ولا ينظر إليهم نظرة دونية. الحقيقة أن الكفيف إذا اندمج، شوف حتى الدمج اللي هو يعتبر تجربة رائدة في العالم العربي، الدمج الكفيف يعاني فيه. مهما وفرت له، إن شاء الله تعطيه جهاز سطر برايل ب30,000 ب40,000، الزملاء ينظرون إليه نظرة غير جيدة. بعض المعلمين في بعض الدول يرفض أن يدرس الكفيف أو أن يشرف عليه ما لم يعطى بدلا. وتقولون بعد ذلك الكفيف ليش يزعل وليش يحس بالغضب؟ ولماذا سلعة الله غالية وهي الجنة لمن صبر من المكفوفين؟ أكثر من ذلك، المكفوفون لم يسلموا لا من المطاوعة اللي هم الملتزمين ولا من الليبراليين. الليبرالي أصلا يكره الكفيف، الكفيف ما هو ستايل، ما هو عولمي، ما هو مش عارف إيه. أنا أجلس مع أعمى ليش؟ أنا ناقص؟ أنا إنسان ما أجلس إلا مع الأتماء والأسوياء. وكمان يجي يتكلم واحد ثاني يقول لك والله لا يجوز الصلاة خلف الأعمى. لماذا؟ لأن الأعمى لا يجيد أن يكون على القبلة، ولذلك لا يجوز الصلاة خلفه. ليش يا أخي؟ والله ما أدري. ليه؟ ما في سجادة، ما في محراب، ما في صف. ليش عبد الله بن أم مكتوم ما كان يعرف القبلة لما النبي عليه الصلاة والسلام أنابه ليصلي بالناس في غيابه؟ إيش هذا؟ يعني ما أعرف الحقيقة. لا، ويجيك بعض وقلتها أنا مرة، بعض الناس اللي يحبون يتفلسفون، انظروا إلى هذا الأعمى المسكين الذي تطيش يده في الصحفة ورجله تسقط في المرحاض. يا أخي ليه لهالدرجة؟ يعني إحنا بهايم يا أخي. ماني عارف، يعني الحكم على الشيء فرع من تصوره، ومع ذلك هذا لو ما عندهم تصور. فنحن نعيش الحقيقة في مجتمعنا العربي في حالة رفض كبير، في حين أن الكفيف لا يحترم إلا إذا كان مسنودا من السلطة. إذا سند من السلطة، مسؤول كبير، مدير، أي حاجة. لكن إنسان عادي لا والله، للأسف الشديد أكثرهم لا يعيشون بتقدير كبير، يمكن ما في تقدير نهائيا. في حين أن الدول الأوروبية، الدول الأوروبية والدول الغربية والدول الأمريكية تعامل المكفوفين في المجتمعات، انتبه، لا أتحدث عن الحكومات ولا الأنظمة، مو خوفا، لكن الأنظمة ما مقصرة، لكن في تقدير، في احترام، في عالم يعني يفهمون بالضبط ما معنى أن تكون معاقا وما الطريقة المثلى للتعامل معك. فعلى أي حال، هذه جولة سريعة في مفردات نفسية المكفوفين، وإن شاء الله يمكن كل موضوع أو كل عنصر من العناصر اللي تكلمت عنها الآن تحتاج إلى بحث مستقل في مقال مستقل، لعل الله عز وجل ييسر الحديث عنها، بس ليس لاستجلاب عواطف المبصرين، لكن لنقول للمبصرين أننا نكشفهم ونعرف حيالهم بشكل جيد، ولا يستطيعون أن يوروا
أو يتهمونا إذا ما قلنا الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.